يشكك بقواه العقلية، وبين من يقول إنه بلغ من العمر عتية. أسئلة تطرح في كل مرة يتحدث فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. يوم ما تقررت لوبيراسيون فينيكس، كان التزويد تاع المياه مضمون ان شاء الله ضمن الله عز وجل، ولكن مضمون لمده 15 سنه بالاقل بدون تذبذب. ما فيش بلاد راها دير شيء اللي نديروا فيه، ما كانش. اليوم رانا نصدروا بعض الدول، ولكن نصدروا معذرة مشاهدينا، هناك عفوا مشاهدينا. واش في راسكم الإخوان والأخوات بأنه الجزائر اليوم تحولت إلى بلد متقدم واللي غادي في تطور مضطرد، وبأن الدول الأوروبية مجتمعة اليوم يعني أصبحت عجوز، ماشي عجوز لأنه النسبة ديال ذاك أمد الحياة الطويلة، وإنما عجوز لأنها رجعت لور. هذا الشيء هذا هو التفسير ديال عبد المجيد تبون. وبأنه النسبة ديال البطالة في الجزائر أقل بكثير من نسبة البطالة بفرنسا، يعني تجاوزوا فرنسا. وبأنه شي حاجة اسم البطالة ما غتبقاش أصلا في الجزائر في غضون يعني بضع سنوات، سنة أو لا سنتين. ضحكوا غير بشوية الإخوان والأخوات. لنتابع. البطالة نتاعنا حتى لو ما قدرناش نقضي عليها اليوم، نقضي عليها من على عامين ولا إن شاء الله، وهي على كل حال اليوم في مستوى فرنسا. الدول الأوروبية بدأت البطالة تطلع فيها، لأن دخلوا في ركود اقتصادي، وإحنا رانا في نمو اقتصادي. لأن الفارق اللي كان بيناتنا هما صبحت دولة عجوز وإحنا صبحنا دولة شابة، وما عندناش البطالة كما هما. وراكم شفتوا ولا عم يتبعوا ولا يكتبوا، يعني ما عدا يشكروا في رواحهم وهذيك، ولكن العيشة تعيسة عندهم صعبة. عمرهم ولا كانوا يظنوا أن الجزائر أحسن دولة واستقرار. أما بالنسبة للناتج المحلي الخام بالنسبة للجزائر، دابا شحال دابا اللي عندنا اليوم راه كيضخموا كيزيدوا في الأرقام وكينفخوا في داك الشيء، وما كياخذوش بعين الاعتبار بأنه القيمة ديال الدينار ديالهم اللي كيحسبوها في مقابل الدولار الامريكي راه هي ديك 1.14، لكن الحقيقه هي 300. يعني ديك الارقام اللي كيصرحوا بها راه خاصك تقسمها، ماشي غير راه تقريبا ما بين النصف والثلث. اي بعباره اخرى اليوم هم يتحدثون على 260 مليار ديال الدولار. غتشد لي هذيك 260 غتقسمها على جوج هي 130، يعني اقل من 130، يعني كتهضر لي على واحد 120 117 الى غير ذلك تقريبا. هذا هو الواقع ديالهم اليوم الحقيقي. لكن في مارس 2024 غيخرج عبد المجيد تبون وقال لهم في النهايه ديال السنه ديال 2025 هذه اللي سالت ودعناها، او البدايه ديال 2026 واللي احنا اليوم في الشهر الثاني ديالها 10 فبراير، قال لك بانه الناتج المحلي الخام للجزائر غادي يوصل ل 400 مليار دولار. صدق او لا تصدق، هذا الرئيس تاع البلاد عباد الله، هذا عبد المجيد تبون امام الصحافه. لنتابع. يوصل ان شاء الله في 2025 نهايه 2025 بدايه 2026 ربما السداسي الاول. نعطيك ارقام اللي تخليك تعتز انك بديت tu es un pays émergent, tu n'es plus un pays en voie de développement. Fin 2025, début premier trimestre, semestre 2026, le PIB نتاعنا ان شاء الله va dépasser les 400 milliards. العنتريات الارقام المنفوخه ما عرفتش من خميره كيخدموا بها كيعجنوا بها هاد مسخيط الوالدين. فالنصف ديال الجزائريين بحال عبد المجيد تبون، شفتوا الكلام ديالو، والنصف الاخر تا هو بحال عبد المجيد تبون. وغادي نخليكم غير مع واحد الشخص واللي الله يجازيكم الخير ركزوا لي على السنداله ديالو ومقطع عباد الله وبارك تحيا الجزائر ويموتوا كذا والعواشر هذه والى غير ذلك.
راه اليوم كنتاكد صراحه بانه المفعول ديال الاشعاعات النوويه ديال التجارب النوويه الاسرائيليه والفرنسيه بالصحراء الجزائريه المسروقه من بلدان الجوار واللي عارضها المرحوم محمد الخامس طيب الله تراه اليوم كتعطي المفعول ديالها. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شعب جزائري، افرحوا بتيروا اشتا طاحت الخير طيح، رمضان راهو جاي، يا ربي نقوا قلوبكم، الخير راهو جاي، يا ربي هادو اعداء الجزائر ما عندكم ما ديروا، ادعوا عليهم في هذا رمضان ان شاء الله ربي راح يلمنا، راهو جاي الخير، صدقات الخيرات، راهو جاي الخير. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، الله اكبر وتحوا الخونه، نقوا قلوبكم راهو جاي رمضان، الله اكبر. هذا البلد الاخوان والاخوات واللي ولا يعني نسبة البطالة فيه منعدمة وتجاوز القارة العجوز، يعني كيهضر على أوروبا. غادي نشوفوا التمظهرات ديال هذه القوة واللي صراحة خاصنا ناخذها بعين الاعتبار، لأنه بهذه الصور خاصنا نستافدوا، راه حدانا قوة ضاربة. ملي كنمشيو لشي فيلاج اللي ماشي مطور بحال المدن المتطورة بشكل كبير، مثلا كان أتحدث على الرباط، طنجة، فاس، بكناس كذا إلى غير ذلك، فبدينا كنشوفوا بأنه الاسلاك الكهربائيه وكذلك الاسلاك ديال الانترنت كدوز تحت الارض، ما كتشوفوش، ما كاينش البوطويات. ردوا البال، راه كانوا ما بقاوش، راه هذه سنوات ما بقاوش. لكن لما كنمشيو لبعض الاحياء هكا الهامشيه فمازال كنشوفوا ذاك البوطو ديال الانترنت الضوله. في الجزائر الاخوان والاخوات ما كاينش غير السلوكه ديال الضوء الانترنت، واخا راه الانترنت ما عندهمش تمايل اللي كدوز في الهواء، والماء كذلك كيمر في اسلاك في الهواء. غتجيكم شي شكل حيث تختلط اسلاك ديال الانترنت، الاسلاك ديال الضوء مع الاسلاك ديال الماء. لنتابع. شوفوا الناس كيفاش راه تدي في الماء. شوف هادو تيوات، هادو تيوات تاع ماشو. شوف 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 شبكة تاع مياه في السما خاوتنا. شوف حنا كنا نشوفو بكري تريسيتي كذا في السما إلا خلات، بصح تيوات تاع ما هكذا رايحين خلاص. سبحان الله وبه الحمد. اسمع شو نقربوا بالك انا غلطين. شوف 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 سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كاين واحد المجموعة ديال الإخوان واللي كيقول لي أنا الدين ما تعممش، لا راه الجزائريين راه كذا والنظام في شكل والشعب في شكل كذا إلى غير ذلك. وكانوا كيعطيوني المثال بواحد السيد واللي الاسم ديالو بن الشيخ واللي نتوما كتعرفوه معروف في القناة ديال الهداف، واللي صراحة يعني كيبان يعني عنده واحد الكاريزما وكيقول الحق بين الفينة والأخرى، يعني ماشي بحال الآخرين طبال بديك الدرجة. هاد الشخص الإخوان والأخوات غادي يخرج واحد المقطع ديال الفيديو من القناة ديال الهداف وغادي يدير واحد التصرف واللي غادي يزيد يثبت للمغاربه هادو اللي كيقول لنا نور الدين ما تعممش بانهم راهم طاصيله وحده الا من رحم. راه دائما كنقول كاين الاستثناءات، الا انه هذا الاستثناء ديال الاحرار واللي كيشوفوا بان الشعب الجزائري خارج التاريخ، وكيشوفوا بان النظام العسكري الجزائري حتى هو خارج التاريخ، وكيشوفوا بانه في المملكه المغربيه، وكيشوفوا الامور كيف ما هي. راه كنقول لكم دائما كاينين لكن راه ما كيتزاوجوش اولا ما كيتجاوزوش 2 أو 3%. هذا السيد في واحد اللقطه واللي صراحة كتزيد تأكد على الغباء بأنه سلالة عندهم من العمة الخالة، غادي يشد واحد الورقة وغيقطع منها واحد طريف وغادي تهجم على تونس وغيطاول على تونس وغيقول ها هي الجزائر وها هي تونس، هذاك الطريف والحديد قياس. يعني هو كياخذ المعيار ديال قوة البلدان هي المساحة، لا التاريخ، لا العراقة، لا الاقتصاد، لا التطور، لا الصناعه، لا الناتج، ما كيشوفوا حتى شي حاجه. هما دائما متشبتين عفوا بالمساحه بالجغرافيا. واللي الغريب والعجيب يتشبتون بالمسروق، عارف الرسم بانهم ما عندهم لا تاريخ لا جغرافيا. الجغرافيا ديالهم لا تتجاوز بعض الجزر والمحيط ديال الجزائر العاصمه. هذه الاشياء عادي بالنسبه لنا، صراحة عادي بالنسبة لنا، وحنا كنعرفوا النظام العسكري الجزائري وكذلك الأبواق ديالو جزء كبير من الشعب، يعني كنقول واحد 98%. لكن الغير عادي، غير العادي هو أنه تاريخ تونس، تونس قرطاج، تونس الزيتونة، تونس الطب، تونس إلى غير ذلك ترمات في أحضاء الكابرانات، واللي داها هو قيس سعيد. شوفوا الإخوان والأخوات هاد المخلوق اشنو كيقول في حق تونس، التاريخ والعراق.
هنا هاي الكلمه، احنا هاي الجيري وراكم هنا تونس، وتحبس وحدية قياس. وحاشا التوانسه اللي صالحين واللي يعرفوا يتكلموا واللي عندهم المستوى. احنا بلاد كرة القدم، بلاد كرة القدم، ما يجيش احنا في الطوره من الطوره وروح من لي زالجيريان في لو هو نيفو. من بعد من هذا مسخط الوالدين وندوزوا الى الفقره ديال الاخبار المتفرقه. هذا إريك شيل واللي هو المدرب ديال المنتخب ديال نيجيريا اللي واجهنا في النصف النهائي، واللي اشنو كيقول، اشنو كيأكد مره اخرى، كيقول اذا غادر اللاعبون المغرب ل 15 الملعب ل 15 دقيقه تعتبر المباراه خاسره، هما غادروا اكثر. وكيقول هناك لوائح يجب احترامها والشجاعه لتطبيقها ضروريه، والخروج المتعمد من الملعب يستوجب بطاقه صفراء. لا هو اوقف المباراه ولا العوده ديال اللاعبين من يدخلوا عطاهم الصفراء، لا شيء من هذا وذاك، غير باش تعرفوا حجم التعسف. نخليكم تتابعوا هذا المقطع ديال الفيديو، عندي اخبار اخرى مهمه تتعلق بنفس الشق الرياضي، لنتابع. Les règles pour tout. Et après, il y aurait moins de polémiques. Tu vois, on parle de la finale aussi. Ben, c'est quoi le règlement? Tu veux dire quand des joueurs moi, je prends pas parti. quittent le terrain pendant 15 minutes, il y a un règlement, c'est match perdu. Voilà, maintenant, il faut avoir, entre guillemets, il faut avoir les coronets de... Pour Le courage. اجيو تسمعوا لي الاخوان والاخوات الكارثه، والله يجازيكم بالخير. انا راني براسي لبيت نداء ديال احد الاخوه والاصدقاء واللي طلب مني باش انني ننشر هذا المقطع ديال الفيديو. هنا اتحدث على محمد السباعي. هاد الناس اللي كانوا النهار كامل هما تابعين الكولاسه والجوساسه والقجعاعه و الى غير ذلك، غادي يوقعوا اليوم في واحد المأزق واللي ما يمكنش لكم حتى تخيلوه. تبعوا معايا مزيان. الكأس ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم غادي تسدل أو لا غادي تسدل الستار على دوري المجموعات بواحد المباراة واللي غتلعب فيها مولودية الجزائر وماميلودي سانداوز متفقين من جنوب إفريقيا. فالنظام العسكري الجزائري غادي يحرك اللغة ديال المال، وغادي نمشيو عند المحلل ديال المباريات ديال المنتخب ديال ماميلودي سانداوز، وغادي يسكتوه بالفلوس. طلبوا منه يعطيهم بالضبط شنو هي الخطة والطريقة وكيف سيتم تنزيل المباراة واللي غادي تكون في النهاية ديال هذا الأسبوع. وقبل وعطاهم الإخوان والأخوات داك الشيء اللي بغاو، لكن ما وقع هو أنه هذا السيد غادي تفضح. واليوم إذا دخلتوا إلى الإعلام الجنوب الإفريقي، شوف كلكم ديروا غير هذا الخبر هذا، حاولوا تكتبوا بالطريقة ديالكم غيطلعوا لكم المقالات باللغة الإنجليزية غير هما. ولي أنا شديت واحد بهم منهم وترجمته إلى اللغة العربية كما كتشوفوا أمامكم. كيقول: صدمة بعد إيقاف نادي ماميلودي سانداوز لمحلل رياضي بسبب مزاعم تسريب معلومات إلى المنافسين. إذا لما كيبقى تابعك الكولاسة والقجعاعة وكذا وإلى غير ذلك، فوزي القجعاع كفاسي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاس، والله العظيم يتحدثون عن أنفسهم. ونقدر نزيد نأكد لكم بكل حيادية وبكل موضوعية، الألقاب اللي داتها مصر والألقاب اللي داتها الجزائر وجزء كبير من الألقاب اللي داتها تونس كلها داوها بطريقة لا تمس لكرة القدم بصلة. فاليوم تخيلوا معايا لو أن هذا الخبر الجزائر ضاربين طم، الإعلام ديالنا ناعس على ودنيه ما كاينش، أما في جنوب إفريقيا زوبعة. فماذا لو تبنى الإعلام ديالنا الممول من أموال دافع الضرائب ويعطيك بالحجة وبالدليل؟ ويلي احنا دابا غير مع بعضياتنا، كل واحد راس ماله فيبر أوبتيك وتليفون، ورغم ذلك خالقين لهم ضجيج. فاضغط على زر الإعجاب إلا كنت مازال ما ضغطتي، خلي هذا الفيديو انتشر بشكل كبير. دائما وفي إطار الأخبار المتفرقة، 13 في هذا الشهر موت سي بي دعا لواحد الاجتماع اللي غادي يكون كذا 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 إلى غير ذلك، واللي باغيين يوقفوا من خلاله على واحد المجموعة ديال الخروقات وكذا وهذه وهذه. وقلت لكم بأنه هذا الاجتماع يعني كيزيد يأكد على أن ما ارتكب في حق المنتخب المغربي فهو مجزرة تحكيمية. فأشنو وقع اليوم الإخوان والأخوات؟ العديد بل العشرات من رؤساء الاتحادات الكروية كلهم مقدمين اعتذار، ما بغيتش يحضروا غير باش عرفوا يعني. وهنا راه دائما ما أعود إلى موت سي بي،
فهو انسان صالح. خلينا ملي كيقولوا الضحكه الصفراء ولا شيء من هذا القبيل. اللغه ديال المال لا تغري، واحد من اثرى الاثرياء ديال العالم، بل الاستثمارات ديالو في الولايات المتحده الامريكيه في الدول الاوروبيه لا تعد ولا تحصى. السيد نزيه، السيد باغي يمشي الى الكره الامام، لكن الامين العام ديالو هو اللي شاد بزمام الامور، هو يعني هذا يحكم والاخر هو الذي يسود، وهو اللي كيطبق الامور، وبالتالي فكيحاول كيفاش انه يخلص الاتحاد الافريقي من المستنقع، او لا الضفدع من المستنقع، الا ان الضفدع متشبث بالمستنقع ديالو. من متفرقات كذلك